صباح الخير او مساء الخير حسب ما بتشوفوا الفيديو. عاملين ايه؟ فيديو النهارده مختلف شويه، يمكن مش هشرح انا بعمل ايه. الفيديو شارح نفسه، وكمان مش قصه كتير من الفيديو ولا عامله مونتاج قوي ان انا مقطعه من حتت و بحيث الفيديو الموضوع اللي انا عايزه اتكلم معاكم فيه هياخد مني وقت شويه، فقلت لا تسمعوا وفي نفس الوقت لو حابين تتفرجوا وانتوا بتسمعوا متحسوا ان انتوا زهقانين. لما بقعد مع نفسي وافكر كده ليه في كل حياة حد مننا في شخص او كام شخص كده وجودهم سلبي. اول ما تقول لهم انا هعمل الحاجة الفلانية او هبدأ في مشروع ما او بفكر اخطط لحياتي كذا او بفكر اروح الحتة الفلانية، بتلاقيهم بيحبطوك مرة واحدة. يقولك لا، ليه هتعمل كذا؟ الحاجة دي مش مفيدة خالص على فكرة، ما انت تكون مصدق فيها جدا وحاسس ان هي يعني بجد الحاجة دي هتفرق معاك وهتغير نفسيتك يعني هتحسن حياتك وتزقك كده لقدام، تلاقيه يقولك لا بجد اصلا الموضوع ده مش هيكمل. ما ياما ناس كتير قبلك جربت الموضوع ده وفشل معاهم، طب ما يمكن ينجح معايا انا. يعني فشل مع غيري، ممكن غيري عمله بطريقة معينة، انا هغير الطريقة دي ويمكن ينجح معايا. تلاقيه عمال فلما يحبط قعدت مع فيك نفسي كده ويقولك وفكرت لا، قلت هي ليه وتحس ان الناس دي كمية بتعمل طاقة كده؟ سلبية يعني كده ايه وجه وقايم الاستفادة؟ من الحوار. يعني ازاي نتعامل احباط بقى مع الناس وحاسس ان دي انت من مش غير عايز ما نخسر؟ تكمل طاقتنا ونخسر نفسنا، ونحاول بقدر الامكان ان احنا ما نخسرهمش. لو هم اشخاص قريبين مننا جدا احنا مش هنقدر ان احنا نقطع علاقاتنا بيهم. فيلا اعملي حاجه اشربيها كده لو انتي قاعده فاضيه، ولو وراكي حاجه ممكن تشغلي الفيديو تسمعيه وتخلصي اللي وراكي عشان تتسلي كده وانتي بتشتغلي. لما قعدت مع نفسي قلت هو ليه اصلا يكون في حياه حد بجد حد يفضل يحبطه وبيصدر له طاقه سلبيه، بس بيحاول بقدر الامكان ان هو يخليه يفشل. اول حاجه يعني ده بقى في حياة ناس كتير قوي 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 من الناس اللي حواليا، وتجارب فعلا ايه بشوفها حقيقية قدام عيني. التحكم، يعني اكتر حاجة بشوفها ان ده مجرد اللي هو لأ لمجرد اللأ. حتى لو حاجة هي كويسة، حتى لو هي هتعمل حاجة هتنجح فيها، لأ انا عايزة اتحكم في الشخصية دي بحيث لما يحصل مشكلة، لما يكون في اي دروب في اي حاجة حصلت، ان هي تبقى ضعيفة، ما فيش حاجة ان هي تتسند عليها، ما عندهاش حياة، ما عندهاش حياة خاصة بيها كده تعمل حاجة لنفسها، ولا مثلا صحاب ولا حاجات كتير بقى مترتبة من اول مثلا لو هي هتعمل حاجة بسيطة مشروع لحد ان هي عندها صداقات وبتنزل مع صحابها و فالاشخاص دي بتفضل تحبطك بحيث ان انت تكون يعني ضعيف، فيسهل السيطرة عليك، ان انت يبقى كل قرار وكل تحكم منهم، فكده كده هم ضامنين ان انت مش تعمل اي حاجة غير لما ترجع لهم. دي نوعية كده من الناس. في بقى نوعية تانية ان انتي مثلا بتكوني بتتكلمي مثلا مع حد من صحابك، انتي دماغك اعلى منها بكتير، او تتكلمي مع اي حد مثلا عموما، يعني بتتناقشي معاه في موضوع طموحاتك اعلى منه بكتير، الشخص اللي انت بتتكلمي معاه ده. فبيكون في فرق كده، بيكون اللي هو في كده اصلا، اللي هو الشخص اللي قدامك اللي بتتكلمي معاه يقول هو في كده اصلا، لا عمرك ما هتنجحي طبعا، الحاجات دي مبقتش موجوده و فبتحسي برضو اللي هو ايه، في عدم فهم كده. فحاولي دايما تختاري الاشخاص اللي انتي بتشاركيهم بحيث يكون في كده نوع من انواع التفاهم، انتي بتتكلمي وبتدي رأيك وهو بيديكي رأيه، فيكون في ايه كده حوار. مش مثلا روحتي لحد وهو اصلا شايف ان الحاجات اللي انتي بتتكلمي فيها دي اكبر من استيعابه، مستنيه بقى منه رد، فطبيعي هيحبطك. حاجة بقى ودي منتشرة يعني جدا 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 في المجتمع الأنثوي، يعني بجد في كل واحدة، حياة واحدة فينا كده في واحدة بتغير منها، بتكون شايفة ان هي الحاجات اللي بتعملها دي مش قادرة توصل لها، فتبقى دايما عايزة تكسرك، تقولك لأ ما تعمليش، ما تسويش، ما تروحيش، ما تجيش، عودي في البيت حاجات كتير بقى. فالغيرة بجد أحيانا كتير 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 بتقلب غيرة وحقد. يعني هي في الأغلب الغيرة ما بتبقاش حاجة لوحدها كده، لازم نطعمها بشوية حقد. ازاي بقى نتعامل مع الناس دي؟ حاجات بسيطة قوي هتعملوها، ومش هقولكوا يعني في الأول، في المقام الأول كده لازم طبعا نقلل التعامل بقدر الإمكان أو نخليه سطحي. تاني حاجة بنفلتر كده أي كلام بيدخل لنا، يعني نقول ايه، هل الشخص ده أصلا فاهمني؟ هل مستوى تفكيره يعني في نفس مستوى تفكيري كده أو أعلى شوية؟
هل هو بيحبني وبيتمنى لي الخير فانا اسمع منه اساسا، ولا هو شخص ليه سوابق معايا كتير جدا وفي مواقف تبين ان هو حاقد عليا مثلا او مبيتمناليش الخير الشخص ده، فماخدش منه نصيحة اصلا واقوم كأن شيء لم يكن وتمام وعادي. فلازم ناخد بالنا كويس قوي 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 من النقط دي. الحدود، يعني لازم تحطي حدود كده لحياتك، مش اي حاجة تتقال، مش اي حاجة بتحصل في حياتك لازم ان انت تشاركيها مع كل الناس، مش لازم على طول احكي اي حاجة تحصل معايا. فلازم تاخدي بالك من النقطة دي كويس جدا. عموما الحدود في اي حاجة بتريح ويبقى عندك كده ايه شوية من الخصوصية، مش اي حد معدي كده يكون عارف كل حاجة عن حياتك. اشتغلي على ثقتك بنفسك وتكوني فعلا انتي مصدقة في نفسك، مصدقة في الحاجة اللي انتي هتبتدي فيها. كتير يعني بصوا كتير قوي 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 كنت ببدأ في حاجة مثلا ولاقي حد يقولي ليه، طب ما انتي عملتي الحاجة الفلانية قبل كده والحاجة دي ما مشيتش، طب ليه مش عارفة ايه. بحس اللي هو لا، انا بحب اجرب. يعني بجد انا كل سنه كده ليا حاجه لازم اجربها. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت مثلا انا خدت الكورس بتاع البانش نيدل ده، مش عشان انا عايزه اعمل بيه مشروع او عايزه اعمل بيه حاجه، لا الحمد لله. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ان انا عندي مشروعي الخاص وخلاص هو ده شغلي. فانا بحب يعني كل سنه كده اتعلم حاجه جديده، يعني اخد حاجه جديده كده اتعلمها. مهما بقى الناس قالت لي طب انت هتعملي بيه ايه الاستفاده؟ مفيش استفاده يا جماعه، بتطور من نفسي بستثمر في نفسي. يعني ايه فايده بجد ان الواحد مثلا هيدفع فلوس في هبل او حاجات مثلا ان هي خلاص بكره وبعده مش هتكون معاه، هيروح يجيب لبس وهيروح يجيب حاجات ومش عارفه ايه وسكين كير وميك اب. طب ماشي الحاجات دي بتخلص، لكن انك تستثمري في نفسك وتاخدي كورسات وتتعلمي حاجات جديدة، الحاجات دي ما بتخلصش، بالعكس انت كل مرة بتنميها. وكل ما تقعدي تعملي نفس الحاجة دي او تذاكري الكورس ايا كان انت خدتيه او يعني تذاكري الحاجات اللي انت بتتعلميها، انت بتنمي في نفسك وبتطوري من نفسك. فما تسمعوش لكلام حد ابدا يقولك هتعملي بيه ايه. مش هعمل بيه حاجة، انا هاخده بس لمجرد ان انا عايزة اجرب، انا عايزة اجرب الحاجة دي. فخلوا عندكم ثقة في نفسكم كده وما تسمعوش لكلام حد فعلا. جربي كده، هاتي ورقة وقلم وقولي انا بعرف اعمل ايه الحاجات اللي انتي مميزة فيها. حتى لو اكلة معينة انتي بتعمليها اكتبيها. الحاجات دي هتديكي ثقة في نفسك جدا، وهتقولك إن ما في حاجات كتير قوي اهو انا بعرف اعملها، مش حاجة واحدة. لو لقيتي ان انتي مفيش حاجة بتعرفي تعمليها خالص، ده مستحيل. ما انا متأكدة كل واحدة فيكم اكيد يعني عندها حاجات كتير قوي 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 هي شاطرة فيها ومميزة فيها. حتى لو كوباية قهوة، في حين انت ما لقيتيش بقى حاجة يعني انت مميزة فيها، فلا ازاي تدوري بقى، تبتدي تدوري تستكشفي نفسك. غالبا اللي ما بيلاقيش حاجة في نفسه هو مميز فيها وما عندوش وقت اصلا هو يكتشف هو مميز في ايه، مسحول في الدنيا بقى، شغل وبيت ومسؤوليات، فبيحس ان هو مفيش وقت اصلا ان انا افكر، يا دوب ان انا اخر اليوم هرمي نفسي على السرير كده وانام. فلا، راجعي بقى تاني حياتك كده وراجعي، يعني مفروض يكون في حاجات كتير قوي انت عارفة من جواكي ان انت مميزة فيها. ده هيديكي ثقة في نفسك عالية جدا، وهتحسي فعلا لا انا ليا لازمة وبعمل حاجات حلوة كتير، فليه ما طورش من نفسي اكتر. ومش هيكون بالسهل كده ان حد يحبطك او يأثر فيكي لو انت فعلا مصدقة في نفسك. في النهاية مش كل الناس هتصدق فيك، بس الأهم إنك تصدق في نفسك. ما تخليش كلمة تحبطك، ما تديش لحد مفتاح حياتك تخليه يتحكم فيك ويقلل منك ويهز ثقتك بنفسك. الطاقة اللي جواكي لازم تحافظي عليها وتحميها من إحباط الناس اللي حواليكي، وما تفرطيش فيها بسهولة لأن هي ما جاتش بسهولة. لو وصلتوا لحد الجزء ده من الفيديو ما تنسوش تسيبولي كومنت تعرفوني لو استفدتوا حتى لو حاجة بسيطة قوي من اي كلمة انا قلتها، وتشاركوا الكلام ده مع حد حاسين ان هو محتاج يسمع الكلام ده الفترة دي. هنا بقى كنت صحيت الصبح وكنت حاسه ان انا عايزه اشرب ايس كوفي، بس ما كانش عندي طاقه كده ان انا ولا اعمل فوم للبن ولا ادور على كوبايه كده اشرب فيها. هو المج اللي جه في وشي وقلت خلاص شكرا ايس كوفي، نحط الكوفي قهوه سريعه ذوبان وعليها تلج ولبن وشكرا بس كده. فطرت وخلصت والبيت الحمد لله كان نظيف، بس محتاج يعني ايه
نحافظ على النظافة بتاعته دي، اللي هو يعني تلميع، نشغل المكنسة، حاجات بسيطة الحمد لله. فقلت لا اخلصهم بسرعة بسرعة كده، وابتديت ان انا ألمع الترابيزات. كان عليها برضو شوية تراب، يعني اليومين اللي فاتوا دول كان فيه تراب شوية، وقلت بقى يعني امسح كل الاسطح من التراب وبعد كده اشغل المكنسة. ما تنسوش تعملولي لايك على الفيديو واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوني، وتسيبولي كومنت، ده بيشجعني جدا ان انا انزل لكم فيديوهات اكتر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. انا اتبسطت قوي بالكلام معاكم النهاردة، وان شاء الله استنوني في فيديو قريب. لو عجبكم الفيديو ياريت تعرفوني، واستنوني ان شاء الله في فيديو قريب. باي باي.